اسمعوا الفيديو ده. ضفري خلعوني بالزرادية. انتوا سامعين الكلام ده؟ ضفري خلعهولي بالزرادية. دي واحدة مسيحية عندها مشكلة عايزة تتطلق، بس الكنيسة مش هتطلقها، اصل لا طلاق الا لعيلة الزنا. هنا صباعي هنا كسرولي بالحديد. صباعي هنا كسرهولي بحديد. وكابلات الكهرباء بتاعت الكمبيوتر. وكابلات الكهرباء بتاعت الكمبيوتر. والمشكلة ان البت اصلا كده يعني. كهربني هنا مرتين. كهربني هنا مرتين، بس دي ما ينفعش تتطلق. ليه؟ اصل يسوع قال ان من طلق امراته الا لعيلة الزنا جعلها تزني يا جماعة. وخلعني شعري من ورا خالص. وخلع لها شعرها من ورا خالص. خلعه يعني مسك كده الشعر وراح شادد اتخلع في ايده. يسوع قال ان من طلق امراته الا لعله الزنا يجعلها تزني. وضهري من ورا كله بايظ وبطني محروقه بغليل الميه. بطنها محروقه بالميه. يجي يقول لك ما هو يسوع قال لنا ان من طلق امراته الا لعله الزنا يجعلها تزني. ده لو يسوع قال كده والست دي بالوضع ده يبقى يسوع نفسه ده فيه مشكله. يعني شكوا في نفسكم. كان هيضربني بالسكينه يضربني لغايه ما يغمى عليا ويضربني كده برجله ويمشي لحد ما يغمى عليه. انا عايزكم وانتوا بتسمعوا الفيديو ده افتكروا ان في واحده ابوها كاهن ارثوذكسي اتطلقت مرتين بس. بقى ينيمني على ظهري ويدوس على ظهري عشان عارف انها بنوته. تعليم يسوع يا جماعه مش هينفع نخالفها يا جماعه. تخيل دي مش لو وقفت على شعر راسها مش هتتطلق. اعرف يا مسيحي ان دينك ان الشخص ده هو السبب. بص الشخص ده هو اللي قال ان من طلق امراته الا لعله الزنا يجعلها تزني ومن يتزوج مطلقه فانه يزني. اعرف ده، خليك بقى عارف وحاطط ده في دماغك ان المشكله مش في الكنيسه ولا في الكهنه، المشكله في ايه؟ في يسوع.